خرجت استنى عند البحيرة، ولما نص الليل جه الدنيا كانت ضلمة أكتر من الطبيعي. وبعد شوية اكتشفت إن ده بسبب ضباب كتير كان بيتجمع فوق البحيرة. وبعد شوية ظهرت بنت في فستان أبيض، لكن الفستان كان غرقان دم، والبنت كان شكلها مرعب، كأن جسمها اتقطع حتت واتجمع تاني. بصت لي وقالت لي: ايه اللي جابك؟ بس قبل ما اكمل لكم اللي حصل في قصة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا القصص الجديدة أول ما تنزل على طول. أنا اسمي يارا وعندي 35 سنة. طول عمري من وأنا صغيرة وأنا عندي قدرة بتخليني أقدر أشوف أشباح الناس اللي ماتت، وبتخليني كمان أقدر أتواصل معاهم، وده بيخلي ناس كتير تيجي تطلب مني المساعدة. ساعات بتكون المساعدة دي إننا نعرف سر التصرفات الغريبة اللي بتحصل في بيوتهم، زي أصوات الصريخ، الحاجات اللي بتتكسر أو تختفي من أماكنها. وساعات بتكون حاجات أكبر، زي إن حد حاسس إن روح حد يعرفه ميت بتحاول تتكلم معاه أو توصل له رسالة. ووقتها بيجي دوري. أنا مش باخد فلوس من حد مقابل خدماتي، الموضوع تقدروا تعتبروه هواية، وده بيخلي الناس تثق فيا أكتر لأني مش محتاجة أنصب عليهم. الحكاية بدأت لما في يوم من الأيام جاتلي مكالمة غريبة من واحدة بتعيط وكانت منهارة. حاولت أهديها علشان أفهم منها في إيه، لكن هي فضلت تعيط بشكل هستيري. في الآخر قالت لي إن في كارثة هتحصل لي قريب، وإني لازم أكون مستعدة وعاملة حسابي، وإنها ما عندهاش فرصة تثبت لي صدق كلامها، لكن لازم أصدقها. وطلبت مني كمان إني أساعدها. بس فجأة المكالمة اتقطعت. الصراحة أنا ما اتخضتش وقتها، ولا المكالمة أثرت عليا. ما كانتش أول مرة المقالب دي تحصل لي، ناس تتصل بيا وتتظاهر إنها أشخاص ميتة أو حتى إنهم أشباح، لدرجة إن في مرة شخص هكر موبايلي مخصوص علشان يعمل مكالمة يقول فيها إنه شبح ويخفي بعدها أي أثر ليها علشان أصدقه. منكرش إن جو التحذيرات ده كان غريب شوية، وإن صوت البنت خلال المكالمة كان جاي من بعيد قوي، كأنها بتتكلم من تحت المية. بس عادي، كل ده ممكن يتعمل بفلاتر. بعد يومين كنت نسيت كل حاجة عن المكالمة، وأنا قاعدة بجهز الغدا جرس الباب رن، ولما فتحت لقيت واحدة عمري ما شفتها قبل كده. كان شكلها معيط، ووشها كان تعبان، وشعرها ما كانش متظبط، كأنها صحيت من النوم وجاتلي أو ما نامتش من أساسه. سألتها هي مين، وقالت لي إن اسمها سارة، وإن عندها مشكلة كبيرة في بيتها ومحتاجة مساعدتي. دخلتها الصالة وعملت لها حاجة تشربها تهدي أعصابها، وطلبت منها تحكي لي كل التفاصيل. مشكلة سارة ابتدت لما قررت إنها تنقل في بيت جديد هي وجوزها. البيت ده كان بيطل على بحيرة، وفي الأول كل حاجة كانت طبيعية، بس بمرور الوقت بدأت سارة تسمع أصوات غريبة، وتصحى من النوم ساعات وتلاقي مية على الأرضيات جاية من ناحية الباب، كأن حد جه من ناحية البحيرة ورجله سابت أثار مية. في الأول حاولت تتجاهل الحوادث دي، بس ما قدرتش لما بدأت تشوف حاجات غريبة عند البحيرة. سألتها شفتي إيه؟ وقالت لي إنها بتشوف بالليل بالذات لما بتكون الدنيا ضلمة قوي بنت بتمشي على المية. ووقتها سارة انهارت من العياط تاني، كان واضح إنها خايفة فعلا مش بتهزر. قالت لي إن البنت دي مش بتسيبها في حالها، وبقيت تشوفها في كل مكان في البيت، وإنها حتى بدأت تظهر لجوزها نفسه. ودلوقتي هم في حيرة كبيرة ومش عارفين يتصرفوا، وكانوا هيفقدوا الأمل خالص لحد ما بالصدفة سمعت عني وجات لي على طول. لما خلصت كلام كان واضح إنها لسه مخبية حاجة ما قالتهاش. شجعتها وقلت لها اتكلمي. بصت لي بتردد وقالت لي مش هتصدقيني. قلت لها لأ، هصدقك عادي، ياما سمعت حاجات غريبة. وقتها بصت لي بخوف وقالت لي البنت اتكلمت معايا امبارح لأول مرة، كنت بحكي لجوزي إني هاجي أقابلك، ووقتها ظهرت لنا وهددتني إنها هتأذيني لو حاولت أتخلص منها. مخبيش عليكي، أنا مش خايفة على نفسي وجوزي بس، أنا خايفة إنها تأذيكي إنتي نفسك. أنا كنت متعودة على كل مخاطر الشغلانة، ساعات الأشباح بتكون عنيفة فعلا، بس مش مشكلة، هعرف أتصرف مع البنت اللي بتقول عليها دي. اللي كان شاغل بالي وقتها حاجة تانية خالص، طريقة خوف سارة وتحذيرها ليا، والكلام مع العياط فكروني بالمكالمة الغريبة اللي جاتلي من يومين، وحسيت إنها ممكن تكون كانت منها. بس ما حبيتش أحرجها وما اتكلمتش عن الموضوع، وعدتها بس إني هاجي بيتها بكرة علشان الموضوع شكله ما كانش يتحمل تأجيلات. رحت تاني يوم على العنوان اللي خدته منها. الطريق كان طويل وفي مكان بعيد عن العمران، وخدت وقت كبير على ما عرفت أوصله،
بس لما وصلت اتفاجئت قد ايه المكان هناك حلو. البحيرة اللي بيتهم طالل عليها كانت كبيرة وصافية وجميلة جدا، مكان ما تتوقعش من جماله إنه ممكن يحصل فيه كل الرعب ده. لحد ما بدأت أدخل شوية في الطريق وقرب من بيت سارة وجوزها، وقتها لاحظت إن الشجر بدأ يبقى دبلان، ومية البحيرة بدأت تكون معكرة من الجزء ده منها. وعلى ما وصلت للبيت كانت كل النباتات والأشجار اللي حواليه ميتة، والبحيرة ميتها كانت غامقة وريحتها بشعة. سارة وجوزها استقبلوني بحرارة وشكلهم كان مرعوب، وحالة سارة كانت أسوأ من الأول، وده خلاني أتأكد إن حصلت حاجة بالليل على ما جيت. ولما سألتهم قالوا لي ادخلي واتفرجي بنفسك. ولما دخلت لقيت الصالة مقلوبة، الكراسي متكسرة والمرايات على الحيطان كلها متدشدشة، وكان في علامات خربشة على كل الحيطان. والأسوأ من كده كان في دم نازل من العلامات دي. حجم الدمار اللي موجود في البيت كان أكبر من أي حاجة شفتها قبل كده. واضح إن الشبح اللي موجود قوي وشرس، وده خلاني أنا نفسي مع كل خبرتي دي أخاف. البيت كان جوه مظلم برغم الإضاءة الكتير، والهوا كان ريحته وحشة كأن في حاجة متعفنة، وكان في علامات كتير على الحيطان ورسايل كلها زي خافوا مني، أنا مش هسيبكم في حالكم، أنا هنتقم. وكلها كانت متخربشة بالدم على الحيطان. في حاجة كانت معصبة الشبح ده، وأنا كنت لازم أعرفها علشان أقدر أقنعه يمشي ويسيب أصحاب البيت الجداد في حالهم. وقتها سألت سارة إمتى بتظهر البنت، وقالت لي في نص الليل. قلت لها خلاص هنستناها، ولما تيجي تسيبوني أتكلم أنا معاها. وخرجت أستنى عند البحيرة، ولما نص الليل جه الدنيا كانت ضلمة أكتر من الطبيعي. وبعد حبة اكتشفت إن ده بسبب ضباب كتير كان بيتجمع فوق البحيرة. بعد شوية ظهرت بنت في فستان أبيض، لكن الفستان كان غرقان دم، والبنت كان شكلها مرعب كأن جسمها اتقطع حتت واتجمع تاني. بصت لي وقالت لي ايه جابك؟ حاولت ارد من غير ما يبان عليا الخوف، وقلت لها علشان نتكلم سوا، علشان نتفاهم ونحاول نحل مشكلتك. وانا بكلمها عيني جت على جزء من الارض شكله زي ما يكون محفور ومردوم جديد. قربت منه شوية بص عليه، ووقتها شبح البنت صرخ صرخة رهيبة وقال لي انت لازم تمشي، مش انا حذرتك؟ في الاول ما كنتش فاهمة حاجة. حذرتني من ايه؟ قالت لي ان من كام يوم جات لي مكالمة تحذرني، وان المكالمة دي كانت منها، واني دلوقتي في خطر ولازم امشي. ما كنتش فاهمة اي حاجة بتقولها، وحسيت بخوف ملوش مبرر بيزيد جوايا. في حاجة غلط. قربت اكتر من الحفرة المردومة، وقتها لاحظت ان حواليها مادة غامقة شكلها جف بقاله فترة، ولما ركزت اكتشفت انه دم. مسكت جاروف وبدأت احفر بسرعة، وقتها صريخ الشبح زاد. كنت متأكدة ان الحل هنا، واني لو لقيته كل حاجة هتنتهي، والشبح بيحاول يوقفني علشان ما انتصرش عليه. بعد شوية الحفرة بقت مفتوحة، وقتها خدت بالي من حاجتين. أول حاجة سارة كانت قدامي وماسكة ساطور كبير هي وجوزها، وبتقولي بصدمة انتي بتعملي ايه؟ مين سمحلك تفتحي الحفرة دي؟ وتاني حاجة كانت اني شفت جثة متقطعة ومدفونة جوه الحفرة، والجثة دي كانت بتاعت الشبح. سارة وجوزها قربوا عليا بسواطرهم، وسارة كانت بتتكلم بعصبية وبتقولي ما كانش لازم تلاقي قبرها، احنا جايبينك علشان تتخلصي من شبحها، مش علشان تثبتي اننا قتلناها. الشبح صرخ صرخة مرعبة، لكنه للأسف ما قدرش يعمل حاجة. بعد ما فتحت القبر ولقيت جثة البنت، شبحها بدأ يختفي. دلوقتي أنا فهمت الحقيقة، سارة وجوزها قتلوا البنت ودفنوها هنا، وعلشان كده شبحها كان بيحاول ينتقم منهم، وبسبب غبائي قريب هكون مدفونة معاها في نفس الحفرة.